كأس سوبر سعودية لأول مرة على أرض إنجليزية. قطبا الكرة السعودية الموسم الماضي الهلال والنصر يلتقيان في سابقة خارج المملكة. أثارت المواجهة جدلا ما زال متواصلا في الأوساط الرياضية بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامتها في العاصمة البريطانية. المنظمون راهنوا على حضور كبير من الجماهير السعودية والخليجية التي تقضي إجازتها الصيفية في لندن، أكثر الوجهات الأوروبية المفضلة للمواطنين السعوديين. الفكرة لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور السعودي المتحمس الذي احتشد بالآلاف في ملعب كوينز بارك رينجرز غرب لندن. أعطوا فرصة للناس اللي المبتعثين اللي يدرسون برا، السياح، تغيير جو. الفكرة في أن تكون في بريطانيا أو في لندن شيء جديد. يعني اللاعب السعودي يحتاج أنه مثلا يلعب في أماكن ما تعود زي أوروبا، ما نادر جدا. قرار الاتحاد السعودي بإقامة اللقاء في لندن بدلا من الرياض جاء بناء على رغبة الشركة الراعية، فالعائدات المتوقعة من إقامة المباراة هنا تبلغ نحو 3.5 مليون دولار، بيد أن إقامتها في لندن أثار جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية السعودية. فرئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد قال أنه لم يكن لديه أي مانع في إقامة السوبر السعودي في لندن، مؤكدا أن إقامة المباراة خارج المملكة وعلى ملعب إنجليزي سيعطيها وهجا كبيرا. نجم فريق الهلال ياسر القحطاني قال إنه لا يهمه إقامة المباراة في لندن أو في السعودية لأن جماهير الهلال متواجدة في كل مكان. أما رئيس المجلس الأولمبي العربي الأمير طلال بن بدر فكان له رأي آخر، حيث يرى أن نقل مباراة السوبر إلى لندن خطأ فادح، لأنه سيحرم عشرات الآلاف من الشباب السعودي من مشاهدة اللقاء، حيث سيشاهد الأغنياء فقط القادرون على السفر إلى لندن التي ستكون الفائز الوحيد من إقامة المباراة هنا كما قال. بيد أن المباراة لم تكن محاولة فقط للدعاية للكرة السعودية، حيث كانت فرصة تاريخية للنساء السعوديات التي شاهدن مباراة كرة قدم سعودية من داخل المدرجات لأول مرة في تاريخ المملكة المحافظة. فمشهد الفتيات في زي المشجعات جنبا إلى جنب مع الرجال أثناء المباراة لم يكن ليحدث لو أقيمت المباراة في الرياض كما هو معتاد لها. والله فرصة يعني زي هلالية ما أقدر أحضر مباراة في السعودية، أقدر أحضر بس برا السعودية. هذه فرصة بالذات إنه هلال ونصر تكون إن شاء الله بس يعني أحسن هنا عشان يعني يحضرون البنات وكذا. الجدل بشأن إقامة المباراة في الخارج يتضاءل مقارنة بالضجة التي أحدثها دخول السعوديات كمشجعات للمدرجات لأول مرة. فإحدى الصحف السعودية ذكرت أن شابا طلق زوجته المبتعثة في الخارج عندما شاهدها في المدرجات وسط المشجعين على شاشات التلفاز. وعلى ما يبدو فإن المباراة أثارت ردود أفعال واسعة في المجتمع السعودي المحافظ قد لا تهدأ قريبا. محمد السيد، BBC.